من كام يوم سمعنا عن الحادث المؤسف لفقدان أب وأخ وابنه في الصحراء وموتهم من الجوع والعطش. في الحلقة دي هنتكلم بشكل تفصيلي عن أهم النصايح اللي تساعدك إن أنت أولاً ما تتوهش في الصحراء، وثانياً لو لا قدر الله تهت في الصحراء إزاي تنجو بحياتك. أنا طارق عبد الله من المواتير بالعربي، ويلا بينا. اولا ممنوع تماما تطلع الصحراء بعربيه واحده، على الاقل قوي 3 عربيات، علشان لو عربيه تعطلت نقدر ننقل الافراد اللي موجودين في العربيه دي في العربيتين التانيين. ثانيا لازم تبلغ عن وجهتك وخط سيرك وعدد ايام الرحله اللي انت طالعها لاقربائك واصدقائك، علشان لو لا قدر الله حصل حاجه بره السيناريو يبقى عارفين ان ده مش من ضمن الخطه ويبداوا يتصرفوا بشكل فعلي من نفسهم، ما يستنوش ان انت اللي تبلغ. 3 لازم تاخد اكل وميه يكفيك على الاقل 3 ايام زياده عن حاجتك تحسبا للطوارئ. 4 لازم يكون معاك احدث الوسائل التكنولوجيه اللي تساعدك لو لا قدر الله تهت في الصحراء، زي اجهزه الGPS المعتمده على الاقمار الصناعيه، واللي كمان فيها خاصيه الSOS او الاستغاثه اللي تقدر حرفيا تنقذ بيها حياتك. 5 لازم تتاكد ان عربيتك في حاله ميكانيكيه اكتر من ممتازه، والاهم ان يكون معاك كميه بنزين بالزياده تكفيك برضو ما لا يقل عن 2 ل3 ايام. 6 والنصيحه دي محوريه جدا، خد معاك قلم ليزر وكشافات للطوارئ علشان تستخدمهم بالليل لو تهت في الصحراء، والاهم يكون معاك ستيكر فسفوري عاكس للاضاءه تلزقه على سقف العربيه لو لا قدر الله تهت، بحيث ان اي كشاف من اي هليكوبتر او اي طياره يضرب في سقف العربيه يعكس الضوء مره واحده، هيكون سهل جدا اكتشاف مكانك. طب السيناريو الثاني، لو عربيتك عطلت تماما او البنزين خلص او غرزت مثلا بشكل بشع مستحيل ان هي تخرج، تتصرف ازاي؟ خلينا متفقين ان الهدف الاساسي هو البقاء على قيد الحياه، العربيه هتروح وتيجي مش مهم، المهم انت. في الحاله دي احتمي بعربيتك، اوعى تسيب عربيتك وتقرر انك تمشي على رجليك، العربيه هي مصدرك الاساسي للحمايه من برد الليل ومن حر النهار، والاهم كمان انك سهل جدا تدور على عربيه مفقوده غير انك تدور على انسان تايه في الصحراء. فرق الحجم بيخلي اسهل كتير انك تلاقي عربيه من انك تلاقي انسان. طيب ازاي بقى تفضل على قيد الحياه لغايه ما النجده توصل؟ اول نصيحه، اهدى، ما تتوترش. الانسان العادي يقدر يفضل على قيد الحياه من غير اي اكل لمده 3 اسابيع، ومن غير ولا نقطه ميه لمده 3 ايام كاملين، والزمن ده اكتر من كفايه ان النجده توصل لك لو انت نفذت النصيحه الاولانيه ومبلغ بخط سيرك وبزمن الرحله، فما تقلقش هيوصلوا لك قبل ما اي حاجه تحصل. 2 بلاش تاكل كتير لان عمليه الهضم بتحتاج ميه اكتر. 3 بلاش تسرف في شرب الميه ولا تمنع نفسك عنها بشكل كامل، اشرب رشفات متعدده على مدار اليوم وما تستناش انك تعطش، ويا ريت لو تقدر تحط عليها كميه بسيطه جدا جدا من الملح، مفيده ومهمه جدا علشان تفضل على قيد الحياه. 4 تجنب تماما انك تعرق او تفقد ميه قدر الامكان، لو معاك شمسيه استخدمها، اقعد جوه عربيتك، لو عربيتك داخل لها الشمس نام تحت العربيه، المهم ما تشوفش الشمس. العرق واحد من اهم التحديات اللي هتواجهها لان هو تقريبا المصدر الاساسي والرئيسي لفقدان الميه. 5 تجنب تماما اي مجهود بدني ممكن يستنزف طاقتك، وحاول جاهدا انك تنام طول مده النهار وتصحى فتره الليل. 6 البس هدوم خفيفه وتجنب تماما انك تقلع هدومك، اوعى تخلي الشمس توصل لجلدك بشكل مباشر. 7 غطي راسك بطاقيه او اي قطعه قماش، المهم ان لو جو حر قوي فعلا ومحتاج حاجه ترطب جسمك حاول ترطب الهدوم اللي انت لابسها بالبول، هيساعدك جدا ان هو يقلل من درجه حرارتك. الاهم تجنب تماما شرب البول لان التخلص منه بيستهلك ميه اكتر، فانت كانك حرفيا بتشرب من البحر. لو الميه خلصت تماما ولقيت اي نباتات جنبك احفر جنبها والميه الجوفيه هتتسرب للحفره دي. لو لقيت اي طيور في السماء او فضلات حيوانات على الارض او حشرات حواليك خصوصا النحل يبقى في مصدر ميه قريب، امشي وراهم وهتلاقي ميه. مهم قوي بقى وانت رايح تدور على الميه تسيب علامات تعرفك ازاي ترجع للعربيه، او لو حد وصل للعربيه وانت مش موجود يمشي ورا ايه علشان يوصل لك. 13 من اللحظه الاولى ابدا جمع الحشرات والزواحف، ممكن جدا تحتاجها. المرحلة الثالثة ودي أهم مرحلة، إزاي تعرف الناس إنك موجود هنا دلوقتي؟ أولاً من وقت للتاني استخدم الكلاكس على فترات متباعدة ولمدة متواصلة مثلاً حوالي 10 ثواني، ما تخليش حد حواليك يتساءل هو أنا عندي تهيؤات وسمعت حد بيدوس كلاكس ولا لأ؟ لا، أنا هدوس كلاكس مثلاً لمدة 10 ثواني كل ساعة. 2 لو الليل دخل عليك ابدأ الزق الاستيكر العاكس على سقف العربية واستخدم قلم الليزر برضو على فترات متباعدة وفي حركة دائرية وبشكل لا يثير الشكوك، بشكل أكيد إن في فرد هنا بيستغيث.
3. ابدا ولع نار صبح وليل، بس في مكان بعيد عنك شويه علشان الحراره ما توصلكش وتبدا تخليك تعرق. ابدا اولا بالحطب اللي معاك، ثانيا في السبير او الاستبن بتاع العربيه، ثالثا في الكاوتشات بتاعه العربيه، واحد ورا الثاني. المهم يفضل فيه دخان 24 ساعه، مش لازم بكميه كبيره علشان الحاجات اللي معاك ما تخلصش بدري، المهم يبقى فيه دخان. الدخان كدخان سهل اي بني ادم يلقطه، سواء كان طاير في السماء عن طريق طياره او في عربيه محيطه حواليك او متصاعد للسماء على بعد عشرات الكيلومترات منك. الدخان بيشد العين. لو النهار طلع عليك تاني، بدل ما تستخدم قلم الليزر علشان تبعت اشارات، استخدم مرايات العربيه، اوضح واسهل كتير. خامسا واخيرا، ابدا اكتب كلمه SOS وهي اختصار لكلمه Save Our Souls بخط كبير جدا عن طريق الحفر في الرمله. مهم جدا بقى ان انت تحفرها بابعاد كبيره ومتباعده تماما عشان تكون سهل تشوفها وانت طاير من على ارتفاع عالي، او لو انت طالع على غروض او تله عاليه يقدر يشوف او يلمح الكلمه دي من بعيد فيعرف ان في حد هنا بيستغيث. واخيرا، الحافظ هو ربنا، استعين بربنا.